السلام عليكم خياتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا الحمد لله راني في نعمه. ان شاء الله تلقاكم هذه لا نوفال فيديو بالصحه والهنا، وان شاء الله تكون كامل اموركم هانيين وفرحانين. صباحكم فرحه، صباحكم تفاؤل، صباحكم سرور. ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نرحب بكامل خياتي اللي دخلوا معنا جدد في القناه، ونقول لهم نورتوا لنا القناه، الدار داركم وانتم ماليها. نبداو الفيديو بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو الخفيف الظريف اللي هو روتين امراه جزائريه. كامل الروتين تاعنا نعرفوه، فيه الترزيق، فيه نقاء، فيه نشاط، فيه وروتيناتي، مجموعة من الروتينات المحفزة. نبغي هكا نحفز خياتي معايا، انا نتحفز بكم وانتم تحفزوا معايا. نشاركوا بعضياتنا في وصفات اللي تكون تلفت لها فطور، عشاء، القهوة تاع العشية. هكاك تشوف الفيديو تجيها الفكرة، هيا تروح دير كل وحدة تاع عند اختها، ولا تكون الفكرة غايبت لها. كي تشوف الفيديو وتشوف شي صوالح تتفكرهم تروح ديرهم. وانا ثاني كيما نتوما، انا بالنسبه لي انا ثاني من ذاك تكون تلفت لي في شحال من حاجه. هيا كي نروح ندخل هكا اليوتيوب نشوف التحفيز، نشوف هكا الناس تخمل في ديورها، نشوف ذاك النشاط، نشوف هذاك التفحفيح، نشوف اللي تبدل الديكور، نشوف المهم الخرجات ثانيك انتيك نتحفز معاها، ونبدا نخمم وندير كيما هي. وهذه هي الواحد يحفز خوه، ما فيها والو ان نتفرجوا للروتينات. انا ايضا من محبين الروتينات، وعندي مجموعه من القنوات نتبعها ونقدم لهم تحيه منا، ويعجبوني بزاف، ويعجبوني جميع الروتينات الجزائريه. اي مرأة جزائريه كما يقول لك فحله وشاطره، ونعرفوا كامل باللي احنا الجزائريات فحلات من بكري ومعروفين. كما شفتوا خيتكم لهنايا كنت نوض بكري، هيا باينه بلي كما اي وحده جزائريه ترفد فراشها فراش وليدها. رجعت لهنايا للمطبخ الليله ما هرب منه، وهذيك الرواق نسيب هكا الرغوه تطلع المورال. على بالي كاع عندكم هذا الاحساس منين تكوني عيانه ومديقوتيه، سورتو في السخانه تاع الصيف. لازم الواحد يبكر على شقاه، مهما تبكري مهما تقولي راني روطه. اصلا الشميسه كي رانا نوضو الصباح نصيبو الشمس في وسط السماء، لبغات تكون الستة ونص الشمس يطلع بكري. ومادامك تسبقي الشمس في الصيف راكي رابحة. وهي من الأحسن ومن الأفضل. ماذا به الإنسان لو كان بعد صلاة الفجر ما يزيدش يكمل هذاك الرقاد، باسكو والله غير الرقاد يعيي وما فيه حتى فايدة. بصح احنا تعودنا دائما أننا بعد صلاة الفجر بالك نصلوا ونرجعوا نقدو، من ذاك راهي تروح لنا هذيك الصلاة. رانا عارفين كامل بعضياتنا هذيك الصلاة راهي تهرب لنا، والواحد ماهوش حاكم روحو سوا في الدين تاعو. بصح صلاة الفجر كما قال لك حاجه ما لازمش نتساهلوا معاها ولا ننساوها. دائما نبغي نوصيكم ونوصي روحي قبل ما نوصيكم نتوما بصلاة الفجر، باسكو والله كما يقول لك الشهر يبان من سمانته، والسمانه تبان من يومها واليوم يبان من الساعات الاولى تاعو. ما لازمش تطيحي بالساعات الاولى من تاع نهارك. هذيك هي الساعات الاولى اللي تشارجي فيها الباتري، وهي اللي فيها الطاقه الايجابيه، وهي اللي تعاونك في الحياه. شوفوا كيما انا كان ندفق لي الحليب، كنت نقول الله هكا، قلت نقي هذاك الفريجيدان كامل وكان ندفق لي الحليب هكا وما كنتش نحيتو ثمثم. معليش كما يقول لك هذه هي الدار، ومشي دائما اي حاجه تصيبي لها وقتها ثمثم. من ذاك شي صوالح نغفلوا عليهم، ومن بعد مع الوقت نرجعوا نداركوهم. الله غالب هذه هي الدار، وكل انسان يخدم على حساب صحته، ويخدم على حساب الوقت اللي عنده وعلى حساب مسؤولياته. والانسان ينظم وقته. برك تنظمي وقتك وتنظمي خدمتك. دائما نقول لكم باللي انا عندي شعار نخدم به دائما، نقول باللي الخدمة تاع الدار بذكاء وليس بجهد. ماشي دائما تروحي ديري كلش في نهار ومن بعد كنا تقعدي فاشلة، ولا ترجعي تكمليها عند الطبيب، ولا ترجعي تدوية، باسكو الشغل ما راحش يكمل. وكما نقولوا النقاوة هذيك راح تروح. والله لو كان كما يقول لك النقاوة دائما محلى النقا لو كان يبقى، باسكو على بالنا كامل بلي الحاجه اللي تنقيها ومن بعد تيك هكا 5 دقائق يرجعوا يوسخوها لك. كما تسيق المراه الله الله تفرح ترفد تنفض تسيق، ومن بعد كما نقولوا بعد ساعه ساعتين كشغل ما دارت والو، كشغل ما سيقت ما نقات. احنا على بالنا بروحنا. على هكا من الأحسن أن الإنسان دائما تكون خدمته بذكاء وليس بجهد.
كل مره حاجه تنخصيها من طريق كيما اليوم خيتكم من هنايا. عادي الروتين اليومي تاع الماعين الفطور، هذا روتين لا غنى عنه باينه. تاع فراش، تمسحي على الدار ولا تكنسي، ولا الماعين فطور، العشاء قهوه العشيه، هادو اوبليجي، هادو اساسيات. لكن الصوالح الاخرين كيما نقولوا كيما الخدمه تاع الدار، كل مره الانسان يخير كوانه ينقيها. كيما دي المره قلت نقي الفريشيدار، قلت الفريشيدار نقيه ونخرج كامل منه اللي كانوا فيه، كاع الصوالح اللي كانوا فيه، ونقيت كل حاجه ومسحتها هكا بلافيت بالايزيز. وبعد ذيك عاودت مسحتها وعاودت فوت عليه بحكه بالجافيل من برا ومن الداخل. ماشي هي اللي مشبح من برا وش حالتك من الداخل، انت تشوفي الفريشيدار من برا ممسوح الله الله ونقي وكيما نقولوا كبير، تقولي الله يبارك راه من الداخل. يقول لك مشبح من برا واش حالته من الداخل. هكا الانسان لازم يكون متوازن في حياته، كما حتى انت كيما نقولوا لي اللي مشبح من برا واش حالته من الداخل. تي ما تكونيش مشبحه من برا برك، ما تكونيش زعما شعر مجبود الله الله ولابسه الحطه، واش من مكياج، واش من روايح، واش كيما نعرفوا كامل نتهلاو في رواحنا بصح، ومن الداخل نتيا مهروده، نتيا من الداخل تعاني في صمت، نتي من الداخل محطمه لا لا. لازم لك هي صح الانسان يتهلا في روحه والمظهر الخارجي من برا نعم من النعم، باسكو اشخاص تجيهم هذه حاجه ثقيله انه الانسان يقدر يتهلا في روحه، هذه نعمه. لكن من الأحسن أنك لو كان تزيدي تكملي هذيك النظافة تاع برا، تزيدي تكمليها بالنظافة الداخلية وبالسلام النفسي، وأنك تكوني متهلية في روحك من الداخل. نتيا ما فيكش الحقد، ما فيكش الحسد، تكوني انسانه متسامحه مع نفسك، متصالحه مع نفسك، متسامحه مع الناس، تكوني مسلمه بمعنى الكلمه، ماشي مسلمه برك بالهضره وخلاص. لا لا، احنا رانا في واحد الوقت مسلمين غير بالهضره، مسلمين بالهضره بصح ما مسلمين بالهضره بصح افعالنا من داك تبقاي مخلوعه، ماناش مسلمين بمعنى الكلمه، رانا مسلمين برك بصح شغل القلوب تاعنا شويه ماهيش كيما كانت. لازم الانسان يكون قلبه بيض، لازم الانسان يكون ما يحسدش، لازم يكون الانسان نقي قلبه صافي، يسامح ويصالح ويتصالح حتى مع نفسه، مع نفسك. وما تجلديش الذات تاعك. غلطتي في هذه الدنيا، درتي اخطاء، عشتي، قولي معليش الخطا فيها ونبدا من جديد. وما تبقايش تتجلدي في الذات تاعك وتقولي لا لا انا ما نصلحش، وانا ذيك وانا ما نصلحش، وانا اللي غلط، وانا اللي فيا وانا اللي فيا. كاملنا غلطوا في الدنيا، وكامل قاع نغلطوا. والانسان كي يغلط ويجرب يصحح وخلاص ويفوت ويقول كلش بالمكتوب. لكن هذيك العقليه تاع جلد الذات ما هيش مليحه. وكي تجلدي من ذاتك، تجلدي ذاتك راك تحطمي في روحك من الداخل، وتا واحد ما راه خاسره ابار انتي هي اللي تولي خاسره. انتي كتحطمي روحك من برا، انتي هي الخاسره. حتى واحد ما راح يخسر فيك، ولا حتى واحد ما راح يخمم عليك، حتى واحد. هذه ديريها في راسك ان شاء الله. تكون فادتكم هذه النصيحة الخفيفة الظريفة اللي جات في الفيديو. كما قال لك اللي مشبح من برا واش حالته من الداخل، اللي جات مناسبة كما كنت نحكي لكم، كما كنا مجمعين. كي كملت الروتين كما شفتوني كنت نقيت الفريشيدان كما قلت لكم، درت عليه رغوة، ومن بعد درت عليه رغوة تاع الجافيل، الله يبارك حتى الجافيل. عاودت قلبت هذوك لي ناب، عاودت قلبت كل حاجة، ستفت هذيك الخضرة في السلة كما كنتو شفتوني، ستفتها وخليتها ورجعت لهنايا لفطوري. كنت حندير ثان تاع باذنجان، كانت كاينه خفيف اظريف، نقلي بطاطا، نقلي الباذنجان كامل راكم تعرفوها، معزلها طوماطيش، البيض. الوجبات الصيفيه هذو هما. في الحقيقه وجبات صيفيه دائما سهله الحمد لله، باينه كامل نكملوها. تشكشوكه، محاجب، سوفلي، بيتزا، كامل. ونوصيكم خياتي ثانيك نتوما تعليقات شباب دعموني بهم في القناه، راني نشوف شغل الحاله شويه راهي ناقصه، لكن معليش قلت لكم انا هذه بالنسبه لي كانت رغبه من الرغبات. ان شاء الله تدعموني ويولوا عندي حباباتي، ويولوا عندي صحاباتي، ويولوا عندي ناس ما شاء الله الله يبارك. تعليق، ابوني، بارطاجيو القناه بتكبر اللمه تاعنا. عاونوني في تحقيق الحلم. كانت عندي هذه قلت لكم، كان عندي هدف من الأهداف كنت نحلم بها في واحد الوقت، وكانوا يعجبوني أصحاب القنوات، إلا أني كتب ربي سبحانه وجات الظروف
المناسبة وفتحتها ودرتها. كما يقولك الانسان جامي لا يتقلق، كل حاجة في وقتها المناسب. هذه الفكرة اللي كانت في راسي كما يقولك إليا لونطو، بالك عندي واحد 5 سنين ولا ملي خممت فيها. لكن الانسان يقولك دايما الحاجة في وقتها المناسب تجي مليحة، وربي سبحانه كان مخبيها لي حتى هذا العام 2024 بس سهل لي فيها ربي، ودرتها. وان شاء الله يولوا عندي خيات، الله يبارك ما شاء الله، ويولوا عندي صحابات ونولي نهضر معاهم ونجمع معاهم ونتشاوروا ونتحفز معاهم ويتحفزوا معايا. وهذا ما كان، وهذه هي الدنيا. كما يقولك ما احلى الصحبه، كل حاجه تروح في هذه الدنيا وكل حاجه تزول الا الصحبه والناس اللي تكوني مصاحبتهم ومعادن الناس. ركزوا على معادن الناس، اما الباقي كله فاني، اي حاجه في هذه الدنيا فانيه. بصح منين تصاحبي ناس ملاح، هذيك هي الدنيا وما فيها. تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تبقاو على خير.